غريب عنا في دولة مثل المغرب أن يلفق المخزن الأكاذيب وأن يتبجح المخزن بالأكاذيب ويقول على أن شهيد الشعب المغربي كمال العمري توفي نتيجة لوعكة صحية أو ما شابه ذلك، ولكننا نقول ونؤكد والحجة والدليل والبرهان القاطع والواقع لا من خلال الفيديوهات ولا من خلال الصور يؤكد على أن شهيدنا شهيد الشعب المغربي كمال العمري استشهد نتيجة للضرب المبرح ونتيجة للتنكيل والتعذيب الذي تعرض له من خلال الآلة القمعية ومن خلال المخزن في بلادنا. والحكومة والقتالة وإحنا جينا، والحكومة والقتالة وإحنا جينا، والحكومة والقتالة وإحنا جينا، والحكومة والقتالة وإحنا جينا، والحكومة والقتالة. إنكم تلاحظون أنه في الآونة الأخيرة نفذ الغبار عن الوجه الحقيقي للمخزن في بلادنا، الوجه المتمثل في الزروطة وفي القمع، الوجه المتمثل في قبر كل الأصوات التي تنادي بالحرية وبالكرامة وبالعدالة الاجتماعية. وقد لاحظتم الآن حتى نشطاء حركة 20 فبراير قد أغمي عليه نتيجة لما تعرضت له الحركة هنا بالمدينة في المسيرة الأخيرة التي كان مزمع عقدها في المدينة. عبشوا بشكل حضاري خليهم وحنا نكملوا كملوا خلي بشكل حضاري يا صاحبي ما وقع والو. على أن المرحلة والظرفية التي تمر منها بلادنا هي ظرفية جد حساسة تتطلب منا جميعا أن نخلي جانبا اختلافاتنا، وتتطلب منا جميعا أن نرتز وأن نلتف ونتضامن وأن نناضل جميعا من أجل الحرية. أنه يوم غد على الساعة 11 بمدينة أسفي سيتم دفن جثمان الشهيد كمال العمري، نرفع له آلاف التحايا. وإننا إذ نقول على أنك غادرتنا يا كمال جسدا وبقيت في وجداننا وفي روحنا، بقيت مناضلا، بقيت شامخا في وجه الطغيان والاستبداد وفي وجه آلة القمع وضروطة المخزن، وبدمائك سنستمر وبدماء كل الشهداء ومعتقلي الشعب المغربي سنستمر بقتالها. نقول لكم على أنه يجب أن نلتف جميعا
حول الأشكال النضالية والأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها حركة 20 فبراير بالقنيطرة، لأننا إن وقفنا جميعا وإن تماسكنا جميعا وقفة رجل وامرأة تلبية بالنداء، سنذهب يوم الأحد المقبل إلى الرباط بالمدينة وكمستنجد حينها ستنطلق على الساعة 10:30، ونقول على أنه غدا في دفن جثمان كمال العمري ستحضر مجموعة من الاتفاقيات والمجالس المحلية بعملية الدفن، وإننا إذ نودعه شاهدا وشاهدا على ثروته وعلى قمع هذا الشعب الأبي، نقول وما يمشي هباء دماء الشهداء، 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 وما يمشي هباء دماء الشهداء. وإننا إذ نؤكد في الأخير على أن الدساتير الممنوحة، الدساتير المطبوخة، الارتجالية بأسمى ميثاق يسير السياسة العمومية في بلدنا وأما الخطابات الأخيرة والمواعيد الارتجالية لخير دليل وخير تأكيد على أننا لا نصير إلى مجتمع ديمقراطي، على أننا لا نصير إلى مجتمع العدالة والحرية والكرامة الذي ننادي به. وبالتالي نقول مزيدا من الصمود، ومعركتنا مستمرة، ومزيدا من الالتفات حول أشكال الاحتجاجية لحركة 20 فبراير. نشكركم على حضوركم وعلى تلبية الدعوة، ونقول لكم أنه بوحدتنا وبتراصنا يمكن أن نحقق آمالنا، وبدماء شهدائنا كمال، كريم، قدوة وكل الشهداء سننتصر، ودمتم للنضال أوفياء ولنا مواعيد مقبلة.